السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا جدا. هنعمل النهاردة مع بعض في الفيديو بتاعنا شوية بامية كده بطريقة تحفة، هتعجبكم جدا لما تجربوها بإذن الله. شايفين البامية بتاعتي شكلها يفتح النفس كده، جنب شوية رز بالشعرية مفلفلين كده، او مع رغيف عيش كده وعصرة ليمون على البامية، بتوديها في حتة تانية خالص. انا عملت معاكم الرز. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي. معايا كده حلة على النار فيها بصلة متقطعة صغير بالشكل اللي انتوا شايفينه، متقطعة ناعم كده. هبتدي ان انا اديها تقليبتين. انا مش عاوزة اشوح البصلة بتاعتي، انا بس هخليها تدبل بس كده معايا، علشان البامية تكون خفيفة وبيكون طعمها مسكر اكتر، وبتكون اخف على المعدة من المسبك. هنا كده البصلة هتبتدي ان هي تدبل معايا. شم ريحة التومة زي ما قلت، هنزل بالبامية بتاعتي. حاولي البامية اللي هتستخدميها في الطبيخ تكون صغيرة كده، او يكون الحجم بتاعها متوسط، ما تكونش كبيرة، علشان تدي شكل لطيف للطبيخ بتاعك. البامية بتاعتي متقمعة كويس كويس ومغسولة كويس جدا، وهبتدي ان انا انزل كده على البصلة، وابتدي ان انا اشوحها معاهم كده، اديها تقليبتين حلوين. انا هنا لسه مضفتش اي بهار ولا اي حاجة، بس في الخطوة دي تقدري تضيفي قرن فلفل حامي حسب الاختيار او حسب الرغبة. هبتدي بقى انزل بالطماطم بتاعتي بعد ما اشوح الباميه كده مع البصله. هنزل بالطماطم بتاعتي المتصفيه، ومش هضيف في الخطوه دي اي بهارات برضو لسه. انا هضيف بس رشه سكر علشان الطماطم، وهغطي بقى وهسيبها تتسبك مع بعضها كويس جدا. انا في العموم مش بحب اضيف بهار كتير،